يا مساء الورد يا حلوين. النهارده قلت ايه اطلع بقى ادردش معاكم شويه، يعني حابه اتكلم معاكم شويه. ومش هنعمل اكل، مش هنعمل شرب، مفيش اي حاجه النهارده غير ان احنا ندردش مع بعض ونشوف بقى المطبخ بتاعي البسيط اللي ممكن بلمسه صغيره وباقل التكاليف ممكن تديها لمسه كده بسيطه. يعني لمسه بسيطه بتغير في ديكور المطبخ بتاعنا. فانا طبعا عشان انا بتعجبني حاجات كده على النت، انا مش هعمل دعايه لحد، انا ماليش دعوه. انا بس بوريكم الحاجه اللي بتعجبني جبتها وعلى قد ايدي وبتغير في المطبخ بتاعي. طيب، انا مثلا الطقم ده زي ما انتم شايفين كده، براد وشوكة معلقة سكينة قلب مج كده. آه، شكله ظريف وعلى قد الايد، غير لي في شكل المطبخ سنة اهو زي ما انتم شايفين. طيب، حبيت بقى اجيب كسوة بقى لايه، للفرن بتاعي الميكرويف. تمام، فانا جبت له كسوة. انا مش بتجبر بلون المطبخ، يعني انا اللون بتاعي بنيات. تمام، لا انا حابه اللون، ما تربطش نفسك باللون، عادي جدا جدا جدا. صدقوني طالع شيك وبرده لقيت فيه بني لقيت فيه ورد البني. طيب بكام؟ صدقوني بحاجات بسيطه جدا جدا. اللي عايزه تعرف الاسعار، وفي اي مكان بيتجاب الحاجات دي وعلى قد ايدينا، رخيصه جدا جدا. وبصوا مدي شياكه المطبخ بتاعي. طيب عملت ايه تاني او جبت ايه تاني؟ جبت مثلا ستاره صغيره زي دي اهي، شيك جدا جدا ورقيقه، وراها كمان اتنين من الشريط. لو انا حابه اكشكشها كده تمام وهربطها تمام، هسيبها كده اوكي. برضو يا جماعة سعرها على قد ايد. طيب حبيت اجيب مفرش للرخامة، عندي الرخامة مثلا مش قد كده، فحبيت اجيب مفرش. المفرش برضو رخيص جدا جدا، ومش كلام انتوا بتجيبوا الحاجات دي اكيد وعارفينها. مثلا اهو ده الوش بتاع البوتاجاز. تمام، فرحت حطيت عليه مفرش حلو، ادى شكله ظريف زي ما حضراتكم شايفين. انا بصور لوحدي فمعلش لو الدنيا مش متظبطه قوي يعني. تمام. فانا لما جبت الحاجات البسيطه دي وغيرت معايا في الشكل، فقلت ايه بقى، لازم اوريها لكم، يعني ما ينفعش حاجه شيك، حاجه نظيفه. رخامتك كل ما تقلي من عليها الحاجه كل ما تكون شيك، كل ما تحطي حاجات بسيطه كل ما تكون احلى. عندنا ارفف، عندنا ادراج هنحط فيها حاجتنا ونظبط فيها حاجتنا. تمام. فانا حبيت اوريكم اللمسات البسيطه اللي احنا ممكن نعملها في مطبخنا. تمام، هوريكم كمان حاجة مثلا زي كده. عندي مجموعة التوابل دي هتجيبيها برضو هتلملك حاجتك كلها. نشيل البخاخة دي، فهتلملك حاجتك كلها. دي شكلها ظريف جدا جدا. هاتي بقى وشكلي زي ما انت عايزة هتتعاملي. عندي الكتل، عندي هنا الرخامة بتاعتي اهي. يعني حاجات بسيطة بتفرق معايا جدا جدا في المطبخ بتاعي. انا حبيت بس اوريكم، كل ما الحاجة بتكون هادية كل ما بتكون اشيك. فحاجات بسيطة جدا جدا يا جماعة بتفرق في المطبخ. زي يعني انا ما عملت حاجة بسيطة جدا جدا في المطبخ، حبيت اوريها لكم عشان نعملها مع بعض. طيب دلوقتي في ناس كتيرة بتسألني، هما طبعا يعني بيطبلوا لي شوية حبايبي شوية، إيه انتي يا شيف انتي بتكبري ولا بتصغري؟ طب يا جماعة، هو لا عيب ولا حرام ان احنا نهتم بنفسنا، احنا كستات او بنات في بيوتنا. تمام، بالذات الستات اللي مش شغاله موريش حاجه. طب ورايا ايه؟ اهتم ببيتي، اهتم بنفسي، مظهري، شكلي، كل حاجه. طيب انا ممكن اغير ايه مثلا في شكلي واخليه كده وردي واخليه كده يعني حلو كده انتي مرتاحه. تمام، انا مثلا لما روقت المطبخ انا مرتاحه نفسيا. طب انا فين انا؟ طيب انا هجيب ايه في بيتي؟ حاجات بسيطة جدا جدا هتعمليها يوم ويوم، يوم ويوم لا. عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقة من اللبن او الحليب، لبن او حليب. تمام، وعليها معلقة من مية الورد، تحفة ريحته تجنن وبيرطب البشرة. معلقة من اللبن او الحليب، معلقة من مية الورد،
ومعلقه من الدقيق، معلقه واحده من الدقيق اهي، وعليها العامل الاساسي ايه هو بقى؟ الخميره. الخميره الفوريه، معلقه من الخميره الفوريه، وهضربها على معلقه من اللبن. تمام. هتكلكع معاكي سنه بس هتفك طول ما انت بتقلبي. وبعدين بنزل بمعلقه الدقيق ومعلقه ميه الورد، يعني دقيقه كده. تمام. المكونات كلها تندمج مع بعض حلو. وش يكون مغسول كويس بميه دافيه. وبحط الخليط ده وبسيبه 25 دقيقه، نص ساعه، مفيش مشكله. وبعدين بفركه. تمام. بفركه، هو بيشد الوش على فكره، يعني بيشد التجاعيد جدا جدا. بيملى الخدود للي ما عندهاش يعني خدود والشعر رفيع شويه، بيملى لك الخدود، بيخلي وشك كده مورق وهادي، وما بيبانش سنك خالص. السن ده في البطايق رقم بس صدقوني. لكن احنا كستات بنحب نهتم بنفسنا، بنهتم بنفسنا. طيب انا بحط هارد جل على طول في ايديا. طيب انا ما عنديش مثلا تصوير وما عنديش حاجه وما عنديش فرح، ما عندكيش مناسبه، الكلام ده كله، ريحي بقى ايدك شويه. انا مش حاطه اهو زي ما انتم شايفين. بجيب ايه عشان ضوافري تعبت؟ بجيب ايه؟ حبه زيت زيتون. حبه زيت زيتون وبدعك ايدي كده. تمام. ايديك اولا بتنعم، ثانيا الضوافر هنا بتقويها، بتبقى حكايه. ماشي. دلوقتي لو عندي تصوير بروح اعملهم، بلاقي ضوافري شديده ماسكه، ما بتوجعنيش، والبنوته شغاله فيهم. تمام. فالواحد بأقل التكاليف بيظبط مطبخه، بأقل التكاليف بتغيري من وشك، بتخليه ورد كده ومريح وحاجه كده حلوه. طيب هنيجي بقى للتخسيس. معلش انا طولت عليكم، بس انا حابه يعني تستفادوا زي ما انا بستفاد بجد. يعني اقل حاجه يا جماعه عشان نخس بعد التمارين، اول ما بنقوم الصبح نعمل حبه تمارين حلوين قبل ما ناكل اي حاجه قبل الفطار. هتعملي حبه تمارين حلوين للبطن كده لو عندك بطن زيي. وبعد كده هنشرب 3 لتر ميه في اليوم. تمام. في النص عايزه تاني لتر عايزاه ميه دافيه. ميه دافيه مش سخنه، دافيه. ده لتر لوحده، ده بيساعد على تفتيت الدهون. حلو. يبقى 3 لتر ميه، 2 عاديين وواحده دافيه. تمام. ده مع التمارين. شوفي بعديها باسبوعين هيفرق معاك ولا لا. انا ابتديت امشي على الموضوع. تمام. فانا زي ما انا ماشيه عليه انا برضو حابه، وطلبت منتج للتخسيس. لو ظبط معايا تمام على طول هقول لكم وهطلع بيه وهقول لكم كلنا نجيبه. زي ما انا بشوف بستفاد لنفسي وبعمل حاجات لنفسي، زي ما هوريها لكم، ولازم تجيبوها ولازم تستعملوها. عايزين نكون احسن وافضل واشيك في كل حاجه. حبيت اطلع اوريكم المطبخ البسيط بتاعي وازاي نغير منه حاجات بسيطه صغننه كده، وحبيت اوريكم الحاجات اللي تفيدنا احنا كستات او بنات. لو الفيديو عجبكم تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وخلي بالكم العيد داخل علينا، لازم يكون في تغيير اذا كان في المطبخ او فينا احنا، فعايزين تغيير. اشوفكم على خير.